إن أهل النار، والآيات اللي تذكر بالنار، نسأل الله النجاة منها. وبإسناده إلى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مثلي ومثلكم مثل رجل أوقد نارا فجاءت الجنادب والفراش يقعن فيه وهو يذبهن عنه وأنا آخذ بحجزكم أن تهافتوا فيها وأنتم تتفلتون من يدي، صلوات الله عليه وعلى آله. مواعظة وكتاب الله وإداعي كل يوم كل وقت، صلوات الله عليه وعلى آله. والناس يتحافتوا يا الله، كم بيدخل في اليوم النار؟ كم يعني يموت في اليوم واحد؟ ويتأمل الواحد كم بيموت في اليوم في مستشفيات، في ده في الجزيرة العربية، خلى باقي الإسلام كله وجاهم سير جهنم أعوذ بالله. قال: وأنتم تتفلتون من يدي، وهو بني يعظنا يهبنا كما بنتحم واحد فراشتي كما بهتريك ولا شيء قال له، وجاءوا ريح القتة. والهم هذا الحديث هم بيتفلتوا. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ويل للشباب في النار، ويل للشيوخ في النار، ويل للنساء في النار، لا يرحم فيها كهل ولا شباب ولا فتى، نار سوداء مظلمة وأهلها فيها لا يموتون أبدا، لا يموت فيها ولا أحد. وبإسناده إلى أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أهل الحجرات سعيرت النار وجاءتكم الفتن، فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وهانت عليكم الدنيا ما وسوستوا فيها ولا آثرتم الآخرة لو بنعلم في العلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبإسناده إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال: اغمسوه غمسة، فيغمسوه غمسة في النار، فيقال له: هل رأيت نعمة قط؟ فيقول: لا، كأنه مخلوق له فيها. احنا كما جاء الواحد وجع من ذاك العصر بين يبعد العافية كلها، كما جاء الواحد وجع من ذا العصر في واحد ما خلاك لا تقرب ولا تقول ولا وجع ما بلا، وهو لطف من ألطف أنساك العافية ذيك الموت، خل ما غمسه في جهنم نعوذ بالله. ضيعت الملك ذاك وضيعت الراحة ذاك. الرجال قال: لا، كأنه مخلوق له في جهنم. فيقول: لا، ويؤتى بأشد المؤمنين ضررا فيقال: اغمسوه، فيغمس في الجنة، فيقال للمؤمن: هل رأيت ضرا قط أو مسك ضر؟ فيقول: لا، كأنه مخلوق له فيها. أنسى تاكل غمسة كل فقر وكل أذى وكل حال حقه الدنيا. وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو ضرب بمجمع من مجامع الحديد الجبل، قال الله: ولهم مجامع من حديد، الجبل لتفتت وصار غبار. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصناف يدخلون الجنة: الأمراء بالجور، والعرب بالعصبية، والدهاقين بالكبر، والتجار بالخيانة، والعلماء بالحسد، وأهل الرساتق بالجهل. وعن النبي صلى الله عليه